بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايبنا الحلوين داخل مصر وخارج مصر وكل أنحاء العالم. بنحبكم كتير 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 طبعا. معانا جديد في القناة متنساش يعملنا لايك واشترك في القناة ويفعل لنا زر الجرس عشان نستمر معاكم وإن شاء الله بكم نوصل للمليون. ومعانا النهارده نتكلم شوية عن رجب. دخلة رجب، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بصحة وسلامة يا رب، اللهم آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب، اللهم آمين. غدا أول شهر رجب، فهل نصوم أم لا؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أولا كل عام وأنتم بخير، عليه أفضل الصلاة وكل عام والسلام. وأنتم إلى الله أقرب، وأقبلت علينا مواسم الطاعة. يا رب اجعلنا وإياكم يا رب من الفائزين ومن المعتقين من النار ومن الفائزين اللهم آمين يا بجنة رب. الرحمن سبحانه وتعالى، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأسأل الله عز وجل ألا يدخل عليكم هذا الشهر إلا وقد فرج الله همومكم اللهم وكروبكم آمين يا رب، ووسع يا أرزاقكم رب اللهم وقضى آمين، ديونكم وشفى مرضاكم يا رب العالمين. يا رب اللهم غدا آمين. أول يوم في شهر رجب المبارك، فيا ترى نصوم ولا ما نصومش؟ احنا قلنا قبل كده حبايبي ان طبعا رجب شهر الغرس اللي بنغرس فيه العمل الصالح، وشهر شعبان هو شهر السقيا اللي بنسقي فيه العمل الصالح، وشهر رمضان هو شهر الحصاد، وأجمل ما نحصده في شهر رمضان هو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي الخوف من الجليل كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى هي من أعظم أسباب تفريج الهموم والكربات وزيادة الأرزاق. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من الهموم والكربات والمصائب والأزمات ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاحنا قلنا ان احنا في ايام شهر رجب وشهر شعبان لابد ان احنا نبدا الاستعداد لرمضان من شهر رجب بفضل الله سبحانه وتعالى، بالاكثار من الصيام والقيام وقراءه القران وذكر الرحمن ومصالحه الناس من حولنا وبر الوالدين وصله الارحام والصدقات ولو كانت يسيره ودلاله الناس على الخير وقراءه القران الى غير ذلك من الاعمال الصالحه، مع عمل قلبي الا وهو حسن الظن بالله، لان بحسن الظن بالله بفضل الله تتحقق كل الأمنيات في الدنيا والآخرة. فقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. طيب، يبقى احنا سنكثر من العبادات في شهر رجب وشعبان، وطبعا داخل علينا رمضان. طيب، من ضمن العبادات بل من أهم العبادات الصيام. طب هنصوم ازاي بقى؟ المولى عز وجل يوضح لنا قدر وقيمة الصيام، فيقول جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يحدد الجزاء لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن أهل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، وفي رواية: باعد الله النار عن وجهه 100 عام. وقال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شهر شعبان، عن انه يكثر من الصيام في شهر شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، خدوا بالكم، بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. الله أكبر. إيه الدلالة من الحديث ده؟ الدلالة من الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح للصحابة وللأمة إن شهر شعبان كان الناس بتغفل عنه لأنه بين شهرين عظيمين. شهر رجب ده من
الاشهر الحرم، وشهر رمضان طبعا اعظم الشهور. فعايز يقول لهم ان كان الاهتمام كله بالعباده في شهر رجب وفي شهر رمضان. فبيقول لهم واوعوا تغفلوا عن شهر شعبان، لان امنا عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي روايه كان يصوم شعبان الا قليلا. طيب هنصوم بقى بكره ولا لا يا شيخ محمود؟ انت عمال بتكلمنا عن الصيام وعن العباده وعن فين اجابه السؤال؟ ادي اجابه السؤال. اجابه السؤال ان احنا يعني من السنه ان احنا نزداد في عمل الخير وفي الاعمال وفي الاعمال الصالحه في مواسم الخيرات اكثر من اي وقت مضى، وبخاصه في الاشهر الحرم. تمام؟ طيب لكن احنا في يعني ليس عندنا اي نص ولا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام اول يوم من شهر رجب. فتخصيص صيام اول يوم في شهر رجب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا بقى وقفه هنا لازم نقفها، بس برضه نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش نص يا شيخ محمود بالصيام اول رجب، لا خالص بالمره، ما فيش ولا نص يقول ان احنا لازم نصوم اول يوم في شهر رجب. طيب لو جه بقى اول يوم من شهر رجب يوم احنا اصلا متعودين نصومه طول السنه، زي يوم الاثنين او الخميس، نعمل ايه؟ هنصوم طبعا. يبقى بكره يوم الاثنين اللي هو يوم 1 رجب هنصوم، مش عشان هو اول رجب، ركزوا معايا، مش عشان هو اول رجب، لكن عشان هو يوم الاثنين اللي احنا متعودين نصومه. فبيتكتب لنا انه في طاعه هنعملها ان شاء الله في شهر رجب، لكن جت قدرا احنا ما قصدناش ان احنا نتعمد صيام اول يوم من شهر رجب، لكن عشان كان يوم احنا تعودنا على صيامه، فلما يجي في اول يوم رجب نصومه عادي ما فيش مشكله. يبقى احنا هنصوم بكره ولا لا؟ ان شاء الله صايمين بكره. عارفين عامل زي ايه؟ زي صيام يوم الشك، اللي هو اليوم اللي اخر يوم في شهر شعبان ويبقى بكره صباح رمضان. النبي نهى عن صيام يوم الشك. تمام؟ ولذلك يعني لما يجي مثلا ايه واحد مثلا صايم شعبان كله يصوم لحد يوم 28 ماشي، 29 يسيبه ليه؟ لان ممكن يبقى شعبان 29 يوم فيجي تاني يوم على طول ايه رمضان، او ممكن يجي شعبان 30 يوم ما تعرفش. تمام كده؟ فيصوم لحد يوم 28 ويتوقف، ما يصومش يوم الشك اللي هو اخر يوم في شهر شعبان. لكن ممكن يصوموا امتى؟ يصوموا في حاله واحده بقى، اذا كان متعود، او اذا كان متعود ان هو يصوم الاثنين والخميس طول السنه، فجه يوم الاثنين او الخميس اخر يوم في شعبان يجوز صيامه. وحاله تانية ممكن يجوز فيها اللي هي ايه؟ ان يكون مثلا واحده او واحد كان فاته يوم من شهر رمضان السنه اللي فاتت وهو ناسيه خالص، فافتكروا في اخر يوم في شهر شعبان.